الجمال والسعادة والرضا والرزق كله. عاوز انصح نصيحة كده على السريع علشان كل سنة وانتم طيبين. هيبتدي من بكرة تقريبا درجات الحرارة هتبقى مرتفعة جدا جدا جدا. خلاص احنا تقريبا داخلين على الصيف، والصيف السنة دي هيبقى شديد حبتين. في نصيحة لوجه الله لازم كلنا نستفيد باللي هيتقال، وانا اولكم. ان بلاش غسيل العربية في درجات الحرارة العالية لسببين. اول سبب، ما ينفعش تكون العربية راكنة في حتة فيها درجة حرارة عالية او الشمس عليها كبيرة جدا، واقوم جاي غسل العربية في البنزينة في درجة الحرارة العالية دي. اولا انت بتبوظ دهان العربية، بتأثر على دهان العربية، على حاجة اسمها الورنيش بتاع العربية. ثانيا لما تكون راجع من مشوار كبير جدا جدا او مشوار سفر في درجة حرارة عالية، او انت بتستخدم العربية في الاوقات اللي هي بتاعت الذروة، اللي هي من الساعة 12 واحدة، اللي هي الاوقات اللي بتبقى درجات فيها الحرارة عالية جدا، ونلاقي ناس داخلة تغسل العربية في بنزينة، انت بتعمل مشكلة في طنابير العربية. لو دخلت غسلت العربية في نفس اللحظة اللي انت بتكون جاي فيها من مشوار سفر، او جاي ماشي في درجة حرارة عالية، الطنبوره في الوقت ده انت بتاثر على الطنابير وبتاثر على تير الفرامل. الطنبوره في الوقت ده بتبقى درجه حرارتها مرتفعه جدا جدا، لدرجه اللي انت ما تقدرش تحط صبعك عليها. بتبقى درجه حرارتها عاليه جدا جدا جدا. فانت لما بتيجي تغسل العربيه ويدخل الميه جوه الطنابير وجوه التيل وجوه بادي العربيه على بادي العربيه، انت كده بتبوظ طنابير العربيه وبتبوظ تيل الفرامل. فدي نصيحة لوجه الله، وكل سنة وانتم طيبين. خلاص احنا من اول بكرة هيبتدي درجات الحرارة هترتفع. عاوز تغسل العربية بتاعتك على الاقل اغسل بالليل، ما تغسلش بالنهار. هتغسل بالنهار تكون العربية واقفة في مكان فيها ضلة لو انت راكن العربية. لو انت راجع من مشوار ومضطر ان انت تغسل العربية بتاعتك، ولا عندك مشوار فرح، ولا عندك ايا كان المشوار اللي عندك ايه، ومضطر ان انت تغسل العربية، ممكن نغسل العربية بس بعيد عن الطنابير. يعني نغسل الكاوتش من بره بس ما نجيبش مية على الطنابير او على تير الفرامل من جوه. وغسيل البادي من بره اغسله انت بنفسك، اللي انت تقف في مكان يكون فيه ضله العربيه تهدى بس شويه، وبعد كده ابتدي انت اغسل العربيه بنفسك. او في البنزينه اقول له بلاش تغسل بالمسدس، واغسل بعباره عن شويه ميه كده يتحطوا على العربيه وتمسحها كده وخلاص. انما ضغطه المسدس اللي هي ضغطه الهواء، اللي هو مش عارف بيسموه الكاتشر ولا بيسموه ايه، اللي هو المسدس لما بيضرب في دهان العربيه مره مع التانيه مع التالته، ورنيش العربيه بيبوظ. ورنيش العربيه ده هو اللي بيدي لمعه لصاج العربيه، اللي هو لما بتيجي تشتري عربيه من الفابريكا بيكون الدهان بتاعها له رونق كده وزاهي كده والكلام ده كله. الورنيش ده مع الوقت ومع السنين ومع الاستخدام، الورنيش ده بيبتدي يتمسح من على العربيه. طيب احافظ على الموضوع ده ازاي؟ احافظ على الموضوع ازاي؟ بالخطوات اللي انا بقول لك عليها دي. اهم حاجه اللي بيبوظ ورنيش العربيه هو غسيل العربيه. انت ممكن تغسل عربيه كتير جدا جدا جدا، بس اغسلها بالطريقه المظبوطه، بلاش نغسلها بالطريقه الغلط. الطريقه الغلط بتأدي ان صاج العربيه بيبهت وبيكلح. لو رجعنا للسوق المصري في مجال السيارات، في فحص الدهان بتاع العربيات، العربيات بتلاقوها في الاغلب، في عربيات بتلاقي الكبوت لونه غير لون السقف، لونه غير لون الشنطه، غير بتلاقي كده في حاجه اسمها تكليح. التكليح ده هو سببه ان العربيه بتركن في شمس كتير جدا، بتغسل العربيه غلط كتير جدا، فبيؤدي ان العربيه بيحصل لها حاجه في الدهان اسمها تكليح او تغيير لون العربيه. فده اكبر غلط جدا. تبقى تيجي انت تعمل افكت على صاج العربيه، فانت كده بتبوظ عربيتك بايدك مش بايد حد تاني. فدي نصيحه لوجه الله، وكل سنه وانتم طيبين، واراكم في لايف اخر. وانا تحياتي لكل الفانز اللي موجودين عندي على البيج، كلكم على راسي من فوق. وباذن الله بنحاول الايام اللي جايه دي نقدم احسن حاجه موجوده عندنا. وان شاء الله هيبقى في، احنا بنحاول بقدر الامكان في العربيات المستعمله اللي احنا نوصل لسعر كويس جدا لعرض العربيه. العربيه لما بتيجي حد يبعت عربيه مستعمله على البيج وهو بيكون عاوز يعرضها، بنعمل سيرفي على العربيه دي، متوسط سعرها كام، طب هل السعر اللي هيتعرض ده سعر مناسب ولا غير مناسب، طب هل عالي ولا في المتوسط، وبنشوف حاله العربيه تستدعي اللي احنا نحط السعر ده ولا لا. طبقا لظروف السوق في مصر، ما بقاش في حاجه اسمها ريسيل فاليو للعربيه. ليه ما بقاش ريسيل فاليو؟ لان العربيات الصيني النهارده زي ما انتم شايفين، والايام اللي جايه دي برضو فيها زياده تانية.
وانا قلت لكم الكلام ده من قبل كده. مفيش حاجه اسمها ريسيل. الريسيل ده كان ايام الزمن الجميل، لما كان انت بتشتري عربيه وبتعمل لها اعاده بيع في ظل ظروف سوق وظروف اقتصاديه مظبوطه. اللي انت بتشتري العربيه فبتستخدمها قد 30,000 كيلو، فبتبيع العربيه باقل من ثمنها. الكلام ده كان زمان. دلوقتي انت بتشتري العربيه فالعربيه بتغلى كل يوم، فانت بالتالي فقدت قيمه الريسيل فاليو، بل بالعكس انت بتبيع العربيه باغلى من ثمنها، ما يقرب ب 100,000 150,000 200,000، وفي عربيات بتزيد بالنص مليون، وفي عربيات بتزيد بالمليون. فاللي بيتكلم في قصه ريسيل فاليو، لا، فقدنا الريسيل فاليو في مصر خلاص. مفيش حاجه اسمها ريسيل فاليو، انتهى الموضوع ده تماما. احنا اهم حاجه اللي احنا لما هنعرض عربيات مستعمله هنحاول بقدر الامكان اللي احنا نجيب انسب سعر وانسب حاله. وتاكدوا تماما العربيه اللي بتتعرض عندي لازم تكون العربيه دي حالتها 100% بيرفكت. ما ينفعش العربيه دي تكون فيها حاجه. ليه؟ هي في الاول وفي الاخر سمعه. فما ينفعش اعرض على العربيه على البيج. العربيه دي بتعدي على الادمن بتاع البيج، وادمن البيج بيفحصوها، وبعد ما بتتفحص بتجيلي، وبعد ما بتجيلي بعمل عليها تقرير، وبعد ما بيتعمل عليها انا بوريكم البروسيس اللي احنا بنمشي عليها علشان نعرض الموضوع بتاع العربيات المستعمله. هو مش اي حد هيبعت عربيه مستعمله هنقوم جايين عارضينها كده وخلاص، لا، الموضوع اصعب من كده، لان دي سمعه في الاول وفي الاخر. وما ينفعش، بكررها تاني للمره المليون، اللي احنا نعرض عربيات تكون فيها مشكله، او نعرض عربيه يكون مش ورقها مش مظبوط، او نعرض عربيه نكون مش عارفين صاحبها. لا، احنا لازم بنكون عارفين صاحبها كويس جدا، وعارفين العربيه دي ظروفها ايه، بتعمل صيانات ولا لا، سليمه ولا لا، كل الكلام ده كله. فدي كانت معلومه كده عشان بعض الناس حب يستفسر في القصه دي، فانا حبيت ان انا اشرح لكم الكيس بتمشي ازاي في موضوع العربيات المستعمله. وان شاء الله الايام اللي جايه دي هنجيب عربيات كتيره مستعمله، وهنجيب اسعار كويسه ومعقوله جدا. زي امبارح العربيه ال 508 بتاعت امبارح اتباعت لان كان سعرها كويس، والعربيه ال 3008 البلاك باك اتباعت لان كان برضو سعرها كويس، مع ان بعض الناس اتريقت في الاول، بس هي كان سعرها فعلا كويس. والعربيه اللي قبليها برضو اتباعت. مفيش عربيه بتقعد، نتيجه ان العربيه بتيجي بسعر كويس جدا وبتخرج بسعر كويس. تحياتي ليكم جميعا، وراكم ان شاء الله في لايف اخر. واسمعوا النصيحه في اول الفيديو، ارجعوا كده لاول اللايف واسمعوا النصيحه من الاول، بلاش غسيل العربيه في درجات الحراره العاليه.